البسبوسه. عندي كوبايه ونص من اللبن الحليب، وعندي دي كوبايه الا ربع من السكر، وممكن كوبايه على حسب انت تعملي كده. وعندي دي كوبايه ونص من السمنه، وعندي هحط معلقتين من العسل النحل، لا اما عسل الكلوكو، لا اما الشربات التقيل. احط منهم معلقتين اتنين من العسل النحل. احط بقى في قلب الحله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كوبايه من اللبن، ونص وده السكر، السمنة عادي ونقطعها. عندي معلقتين بقى من العسل النحل كده، او من اللي هو الشربات التقيل، معلقتين اتنين. هاخد بقى المكونات دي كلها على بعضها كده واحطها على النار. احط كل المكونات دي على بعض لغايه ما تسيح بقى كده بالشكل ده. هسخنها عشان احنا في جو الشتاء، فانا هسخنها، وبعد ما اسخنها هسيبها تبرد خالص، وبعد كده هحط كمان بقيه الوصفه. انا بقى ايه بقلبه كده وامتزج من اللبن والحاجات كلها كده بالشكل ده كده. هتبقى ازاي كده حاجه خلاها ان هي تنتزج. عندي هنا كيلو هدي سميك كل حبايه من الخيار الاسود اهي، وعندي كيلو كيس فانيليا تدينا ريحه وطعم حلو. عندي 3 معالق كده من الكفتة طبعا، برضه خلصت كل دي مرتين كده. وهنا عندي بقى الزبدة، هنزل بقى في الخليط، خليط ميكونش سخن، هنزل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب بس احنا مش هنقلب كتير علشان ما تعضلش معانا وتبقى ناشفه. قلب بس كده شويه وخلاص لغايه ما نداري بس الحشوه بتاعتنا كده بالشكل ده كده عندي بقى اهو انا قلبتها اهي عشان عايزين نقلب كتير. عندي بقى صينيه، عندي صينيه مدهونه هي الزبده، حطها فيها الكميه دي وقلبها فيها. مش عايزاها حاجه. بس كده بقى بالشكل ده. هسوي الصينية اهي بالشكل ده بالشكل ده. هدلها بشوية مية كده، هدلها السطح بتاعها، السطح بتاعها بالشكل ده. هسوي السطح بتاعها بالشكل ده كده. انتوا شايفينها كلها متساوية، كلها قطعة واحدة اهي، ما عملتش فيها كتير بالشكل ده. ماشي، شكل الصينية بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو.
ما تتسابش يا ناس. هنشوف حكام الفار في المغربي حمزة الفارق ومواطنته. دي بقى علشان الطريقة تبقى ايه تسويها، تخش تتسوي جوه بعض. لكن كيليمو كابو الحكم الايفواري امر باستمرار اللعب لعل يبقى في تدخل من حكام الفار. لكن اول كوره اتعملت فيها تناقض وفيها ضرب وفيها خلق المساحه وفيها ايجاد مساحه لامام وحلويات امام اللي تقدم بالفعل للامام وكان عايز يعدي ويعمل انفراد. واعتقد من وجهه نظري الشخصيه فيها اعاقه 100%. لكن هنشوف حكام الفار هدف يدينا ثقه. لابد ان تنتهي بفوز احد الفريقين. سلامات امام نزل على كتفه. ادي اللقطه ادي تدخل التسوية وكده ممكن تخليها سادة زي ما هي كده، ممكن نحط مكسرات كده على الوش شكل كده. مفيش اجمل ولا امتع من كده. وادي التدخل من هرناندو من اكتر النهارده بمراته الجويه والله امام. اشاره من محمد مجدي قفشه يطلب التبديل والتعديل. عندي بقى 3 كوبايات من السكر هنزل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد من لقاء الغد. في 10 مساء على ملعب. ادي 3 وصب منهم 3 كوبايات برضك من الماء. بيرجع كيليمو كابو الحكم الايفواري كوبايات من مكانها مره ثانيه. فتحتهم بقى على النار من غير ما اجمدهم خالص، مش جامدهم، وهسيبهم بقى ياخدوا ايه حوالي 7 دقايق تغلي. هي الميه قد السكر. احط لسه نص ليمونه ومعلقه عسل نحل. بالشكل دي. عندي بقى نص ليمونه كده عندي بقى البتاع البسبوسه لسه طالعه سخنه من الفرن. الشربات هو كمان سخن، هنزل عليها بالشربات واسقيها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هسقيها بالراحه كده. هي متعطشه الشربات، طالعه من الفرن متعطشه الشربات، فبتشربها على طول بالشكل ده كده. وكل ما تشرب هنحط، يعني هي كل ما تشرب الشربات هنحط لها تاني شربات بالشكل ده كده. خليها تشرب برضك الشربات واحط لها برضك بقيه الشربات بتاعها. دي صينيه البسبوسه بقى بعد ما طلعت شكلها جميل قوي وطعمها حلو. الكرمله بتاعتها عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا لي ايه رايكم فيها. شكلها جميل جدا وخرجت منها طعمها حلو جدا. طعمها جميل وشربة شربته جميله. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. جميله هتعجبكم ورمله وحلوه زي الفل. طعمها حلو قوي. انتوا تجربوها طعمها جميل. قولوا لي ايه رايكم فيها. متنسونيش بقى في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. متنسوش يا حبيبي. طبعا جميل جدا اهي. الشهية جميلة جدا. طعمها حلو جميلة.